الإسلام يجب ما قبله. أنا اسمي مريم ملاك، طالبة في سنة 5 في كلية الطب. أنا مسيحية وبطبعي متعصبة جدا دينيا. كنت شايفة عكس كل الكلام اللي الناس بتقوله إن احنا عايشين في وطن واحد وإن احنا اخوات. لأ، أنا ما كنتش شايفة إننا اخوات أبدا. وبصراحة ما كنتش بحب أصحابي المسلمين. كان في حواجز نفسية كتير قوي ما بيننا، سواء ولاد أو بنات. كنت بروح الكنيسة دايما كل يوم حد، كنت ملتزمة جدا دينيا. تقريبا كده كنت انا الوحيدة في صحابي او الناس اللي اعرفهم اللي كنت بصوم واصلي كل الصلوات. في سنة تالتة جامعة ارتبطت بزميل ليا، كان في كلية تجارة وكنا بنحب بعض جدا. هو والده ووالدته دكاترة بس عايشين في الامارات، هو عايش لوحده في مصر. لحد دلوقتي القصة او مشكلتي لسه ما ابتدتش. انا والشاب ده كنا بنروح دايما الكنيسة مع بعض، كان بيشاركني كل حاجة تقريبا في حياتي، لاننا عاهدنا بعض اننا خلاص هنبقى زوجين او اقلمنا نفسنا اننا متجوزين. كنا بس مستنيين نخلص جامعة ونرتب حياتنا وبعدها نسافر ونعيش يا اما في امريكا او كندا. كنا متفقين على كده. المهم من 6 شهور كده انا عندي معيد في الجامعة بيدرس لي، ودايما كان بيتكلم في محاضرة الفسيولوجي، وكان بيتكلم عن الاعجاز العلمي في القرآن، واتكلم ان عدد مفاصل الانسان نفس عدد ايام السنة 365 يوم، وعدد اضلاع الرجل كان بيقول 24 والست 23، يعني الكلام ده. وكان مركز في كلامه دايما ان الدين الاسلامي ذكر حاجات كتير في العلم، والكلام ده بصراحة كان بيستفزني جدا وبيضايقني ويعصبني وهو بيقوله، لدرجة ان حصل احتكاك بيني وبينه وقلت له بلاش ندخل الدين او الاديان في الموضوع ده او المحاضرة عامة، سواء المحاضرة دي او اي حاجة علمية، سواء الدين الاسلامي او المسيحي او حتى اي دين تاني. بعد ما قلت له الكلام ده حسيته مركز قوي معايا وبيحاول يستفزني. ان ما كانش بيعمل كده بس انا كنت بحس كده، معرفش ليه، كنت بحس انه عايز يستفزني. في مرة من المرات كنت بذاكر عادي وقرأت ان معدل ضربات القلب 72 ضربة في الدقيقة، ممكن يزيد او يقل لكن ده الطبيعي للشخص العادي. وفي بحث امريكي منشور في مجلة كبيرة جدا بيتكلم عن معدل ضربات القلب وبيقول ان المعدل الطبيعي 60، وبيستشهد بحاجات علمية. وفي الوقت ده حسيت دماغي راحت لحتة تانية، حتة ان الدقيقة عبارة عن 60 ثانية واليوم 24 ساعة. يعني حسيت دماغي كده بقت تروح في حاجات غريبة، وبدأت أقرأ في حاجات كتيرة قوي بعيدة عن الطب أصلا. حسيت ان انا بركز في اي حاجة حواليا، حتى لو حاجة بسيطة بقيت اركز فيها قوي زيادة عن اللازم، سواء الحاجة دي في تخصصي طب او بعيد عن تخصصي. قرأت في حاجات كتيرة قوي، وكل ما اقرأ كل ما احس ان انا بتشكك في ديني اكتر، وارجع اقول لنفسي لا ما تدخليش نفسك او ما تدخليش نفسك في السكة دي يا بنتي حرام. لكن كل مرة بلاقيني اتشكك اكتر. المعيد اللي كان بيتكلم دايما ان الدين الاسلامي يتكلم عن العلم وعن حاجات كتير العلم اكتشفها بعدين بعد ما الدين الاسلامي اصلا يتكلم عنها في البداية، بدأت اتابعه على طول واتناقش معاه في كل حاجة. حتى هو استغرب بعد ما كنت دايما بعرضه، هو لقى العكس كده. شوية شوية لقيت نفسي حابة اعرف اكتر عن الدين الاسلامي واقرأ فيه كتير واقارن بينه وبين ديني. وقرأت في مقارنة الأديان لحد ما وصلت لمرحلة التشبع، مش عايزة أقرأ تاني. قلت لنفسي في المرحلة دي معقول وصلت 23 سنة وأنا طول الفترة دي متمسكة ومتعصبة لحاجات غلط وشعائر غلط، والسكة اللي أنا ماشية فيها أصلا غلط في غلط. فكرت كتير وقلت أنا هدفي إيه في الحياة؟ أتجوز وأخلف وخلاص وربي عيالي؟ طيب ما كل الناس بتعمل كده، مستحيل يكون هو ده الهدف من الحياة. علاقتي بزميلي او الشاب اللي انا بحبه ده ابتدت تضعف واحدة واحدة، وبقيت احاول اتهرب منه ومردش عليه بالشهور. حتى الرسائل اللي كان بيبعتها لي يعني كنت اوقات واوقات ارد. الكلام ده ما كانش مشكلة بالنسبة لي، لحد ما في مرة من المرات اخدت قرار اني اعلن اسلامي. ورحت للمعيد ده وقلت له انا عايزة اعلن اسلامي. بس قبل ما اقول الكلام ده دخلت له في الاول بحجة اني عايزة اسأله في حاجات تبع السكشن او تبع المنهج بتاعنا. المهم بعد ما سألته وهو بيشرح لي عادي، انا ما كنتش مركزة معاه اصلا، لحد ما فجأة افتكرت شكل بنت كانت بتنطق الشهادة مع دكتور اسمه دكتور احمد ديدات. الدكتور ده مشهور قوي وله فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، وعمري ما نسيت المنظر ده. كان دايما في دماغي وكان مأثر فيا قوي. تخيلت نفسي مكان البنت دي وبكيت لحد ما المعيد لاحظ اني ببكي جامد.
فقال لي مالك في ايه؟ قلت له وانا بعيط انا عايزة اسلم، حاسة نفسي هموت لو ما اسلمتش دلوقتي. قال لي اهدي شوية، اهدي بس. انا انفعلت اكتر وقلت له ساعدني، بترجاك تساعدني. قال لي الموضوع بسيط ما تخافيش. قلت له فين الباب؟ وجريت على الباب وفتحته وبصيت فوق، حسيت ان في نور كبير، نور كبير قوي. هو قال لي قولي بس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. من غير ما افكر قلت، ودي بالنسبة لي كانت احسن وافصح جملة ممكن اقولها في حياتي. قال لي خلاص هو ده الباب، ادخلي خلاص. قلت له انا كده دخلت؟ قال لي ايوه كده دخلتي. قلت له طيب المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طيب اروح فين؟ انا خايفه ارجع لاهلي لانهم هيودوني الكنيسه يا اما يقتلوني، انا مش عارفه اروح فين. المهم هو فاجئني وقال لي انا هتجوزك. قلت له ازاي؟ علشان اسلمت؟ قال لي لا، انا من الاول اصلا كنت معجب جدا بيكي، معجب بكل شيء فيكي، واللي كان بيمنعني ان اطلبك للزواج هو دينك، وانت دلوقتي مسلمه. قلت له بس انا كنت اعرف شاب قبلك وكنت مخطوبه له وبنخرج دايما مع بعض وعلاقتنا اتطورت قوي مع بعض. رد عليا وقال لي الاسلام يجب ما قبله. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انتي اسلمتي خلاص، انسي اي شيء قبل كده حصل وابدأي حياة جديدة وانا معاكي فيها. الكلام ده حصل من اسبوع تقريبا، حاسه لسه مش قادره استوعب اي حاجه حصلت لي. كل اللي انا حاسه بيه دلوقتي اني قلبي اطمن لقراري اللي انا اخدته ده اني ادخل الاسلام. هو قال لي انا مستعد اخوض الحرب اللي هتواجهيها دي، وخليكي فاكرة اني متمسك بيكي مهما حصل. انا بعتلكم دلوقتي علشان تساعدوني وتقولوا لي اعمل ايه. انا مش بعت عشان اقول لحد يساعدني افضل على قراري ده ولا ارجع لديني المسيحي، لا لا مستحيل ارجع ابدا. انا بس عايزة حد يساعدني اتصرف ازاي. ودي رسالة وصلتنا وردنا عليكي كالآتي. بصي يا مريم، الحقيقة أنا فخورة جدا إن اسمي على اسمك، وإذا كان الأصل في الفخر لأن اسمنا على اسم السيدة مريم العذراء، لكن فخورة جدا برضو إن اسمك زي اسمي، لأنك فخر لأي بنت مش أنا بس عندها شجاعة وذكاء إنها تاخد قرار صعب زي ده. وانت عارفة إنك هتواجهي حرب مش سهلة، لكن مهما كانت الحرب يكفيك إنك خدتي قرار مقتنعة جدا بيه ومطمنة له. القرار فعلا صعب وجريء، وعايزة أقولك إن الله لا يعطي أصعب المعارك إلا لأقوى رجاله. انت هتخلينا نعدل في الحكمة دي ونقول إن الله لا يعطي أصعب المعارك أو أقوى المعارك إلا لأقوى النساء، لأنك قوية جدا بعزيمتك وقلبك وإيمانك، وإحنا بنشد على إيدك وبنقولك طالما انت مقتنعة بالقرار ده ما تبصيش وراكي، الملتفت لا يصل. ان شاء الله تكملي في طريقك ده وتوصلي لنفسك فيه ولهدفك اللي بتتمنيه. اذا كان اللي انت عملتيه ده اصلا لوحده قمة الانجاز، لكن ربنا يثبتك وتوصلي لطريقك اللي نهايته الجنة ان شاء الله. ودي اول مكافأة كانت ليكي. الموعد اللي ربنا حطه في طريقك ده نجدة بعد ربنا، اختارك زوجة واختارك كمان بكل حاجة تخصك، والحرب اللي هتواجهيها هو كمان قرر يواجهها معاكي. فدي كانت أول مكافأة، زوج نحسبه صالح إن شاء الله. الموقف نفسه بيستهويني وفي شجن، هو شجن الدين. عايزة أقولك الإسلام مش بالعدد، دلوقتي عدد المسلمين في العالم كله 1,200,000 وبرضو المسيحيين 1,200,000. عمر ما كان الإسلام بالعدد. لا ما عندناش مشكلة في العدد، لا عندنا كتير محسوبين على الإسلام أو حتى المسيحية، بس خلينا نتكلم عن الإسلام دلوقتي. واسمحوا لنا إخواتنا المسيحيين أن نتلقى ضيفة عزيزة وغالية قررت إن هي تنسحب من الديانة المسيحية اللي احنا بنحترمها، ديانة سيدنا عيسى عليه السلام، لديانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، واللي ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا كمسلمين عايزة اقولك اذا كان اخواتنا المسيحيين مش بيؤمنوا بديننا او عقيدتنا، فانتي كمسلمة سواء عارفة الكلام ده او لسه هتعرفيه او بتعرفيه مني، انتي كمسلمة لازم تكوني مؤمنة بالمسيحية والاسلام، ومش كده وبس، وباليهودية كمان، ودي العقيدة السليمة. انا مش عايزة اطول في الرد ولكن خلينا نتكلم عن الشق القانوني. انت المفروض دلوقتي تعملي ايه؟ سواء انت او اي حد في نفس موقفك ده تعمل ايه؟
او اي بنت في نفس موقفك ده تعمل ايه؟ فيه مسلك شرعي اللي هو الازهر الشريف، تقدري تروحي مشيخة الازهر وتشهري هناك اسلامك، والموضوع بسيط جدا واجراءاته بسيطة، وايا كانت حتى الصعوبة اللي هتواجهيها فالاصعب بكتير عدى وهو اتخاذ القرار زي ده. وغير كده كمان معاكي عنصر مساعد ليكي بعد ربنا سبحانه وتعالى، وهو المعيد بتاعك اللي قرر يبقى معاكي في كل حرب ممكن تواجهيها. وان كان ده مش هيحصل ان شاء الله، والموضوع بسيط قوي ومش محتاج انك تخافي، وان شاء الله النية تكون خالصة، ونتوقع من كلامك ده ان نيتك فعلا تكون خالصة. وبالنسبة بقى لأهلك ما ترجعيش ليهم. انا مش بحرضك على اهلك ولا حاجة لا سمح الله، بس متوقع جدا يحصل ايه من اهلك بعد اللي حصل ده. عمر ما في أسرة هتقبل فكرة ان بنتهم تغير دينها، سواء أسرة مسلمة او مسيحية، وتروح تتجوز واحد على غير ديانتها، خصوصا في مجتمعاتنا العربية. فانتي ما ترجعيش لأهلك وروحي اتجوزي الشاب ده، لان هو اللي هيكون سند ليكي بعد ربنا. وابدأي حياة جديدة وانسي الماضي، لانك في موقف احسن بكتير، على عكس مثلا لو بنت لوحدها مش معاها حتى حد يساعدها. فانتي دلوقتي في موقف قوة. عايزة برضه اقولك لو حصلت لك لا قدر الله اي مشكلة في الموضوع ده، انتي او اي واحدة في مكانك او في نفس موقفك ده، ابعتلنا على القناة او راسلينا على الصفحة وان شاء الله هنساعدك، وما تقلقيش خالص. في النهاية عايزة اقولك يا مريم، ودي نصيحتنا ليكي وان شاء الله بداية خير، وده الباب الجديد اللي دخلتي منه. انتي دخلتي من اوسع الابواب. عايزة اقولك الكلمة دي، انتي دخلتي من اوسع الابواب. شكرا ليكم، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات مريم.